السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ضمن سلسله شهوات رمضان. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد لي سيغار بالطون ساهلين كيجيو رائعين بزاف ومعلكين. كما شفتوا بالنسبه للحشوه فانا درت هنايا بصله شحرتها بشويه ديال الزيت. يمكن لكم ديروا درت واحد شويه ديال الزبده، تقدروا ديروا اما زيت اما زبده اللي بغيتو. المهم شحرتها طاحت، ضفت ليها الملح والبزار. بالنسبه للشعريه فيرميسيل فانا رقدتها في المسخون، من بعد صفيتها وقطعتها بالمقص. درت الزيتون مقطع ودرت الكورنيشون حتى هو قطعته صغير. يمكن لكم تستغناو على الكورنيشون وهو تيجي واحد ديك البنات الحموضه كتجي زوينه. هنايا ضفت الهريسه صافي. غادي نضيف الطون هو كنت حاطاه هنا في الشبكه كنصفيه من الزيت. المهم بان لينا شي طرف كبير نحاولوا اننا نقطعوه. تقدروا تخليو فيه شويه ديال الزيت من الطون ديروه في الحشوه حتى هو تيعطي البنه. هو ما تكثروش بزاف باش ما يجيوش ميدمين بزاف. كما شفتوا هذا هو الطون ديالنا. استعملت هذه الماركه هذه، يمكن لكم تستعملوا اي طون عندكم. انا استعملت هذه الماركه صافي. دابا هاد الحشوه هذه غنديرها شويه تشحر في البوطه باش كينسجموا العناصر مع بعضياتهم، والفيرميسيل كتنشف شويه يعني كتوقف لينا الحشوه تولي ناشفه. وعاد غادي نضيف ليها الجبن والفرماج صافي وندوزو باش نعملوا البريوات ديالنا. المهم انا غادي ندير على البوطه شويه غير باش العناصر تنسجم مع بعضياتها ونتلاقاو من بعد. هنا بعد ما شحرتها شويه غير باش تسخن باش اننا نقدروا نضيفوا الفرماج بيذوب لينا. انا درت واحد الفرماج الاحمر محكوك، تقدروا ديروا اي نوع ديال الفرماج. هنا غادي نضيف فرماج بحال الجبن ديال كاسترو. المهم اي نوعيه عندكم، راه ماشي اشهار، كل واحد يدير داكشي اللي عنده واللي في المستطاع ديالو. تقدري ديري غير فرماجات مثلثين، اي حاجه ممكن تقدري ديريها. هذا راه كيجي زوين والمذاق ديالو حتى هو زوين. تقدروا ديروا اي نوع عندكم ماشي مشكل، مثلث مربع جبن تقدروا كاع ما ديروش، ها هو تيعطينا التعليقه. صافي غادي نخلط هادشي مزيان حتى تنسجم لينا العناصر. نبقى نضغط على الفرماج باش يذوب في السخونيه. صافي نخلي العماره ديالنا تتبرد وندوزو ان شاء الله باش نعمروها. وما تنساوش ضفت لها واحد شويه ديال القزبر، شويه ديال التحميره، وغنضيف لها شويه ديال الزعتر نسيتو تفكرتو دابا. المهم الزعتر ضروري تعطينا النسمه خصوصا مع الحوت كيجي زوين. المهم الا عندكم مطحون مزيان، ما عندكمش مطحون يمكن لكم غتحكوه بحال هكا بين يديكم. المهم تحيدوا منه دوك العويدات الغلاظ صافي وتحكوه بحال هكا، راه تيعطي واحد النسمه زوينه. نضيفو حتى المعدنوس حتى هو. المهم انا غادي نخليها ان شاء الله تبرد وندوزو ان شاء الله باش نعمر معكم البريوات لي سيغار. كما شفتوا هنايا دابا جبنا الورقه غادي نقسمها على 4 باش غادي نحضروا لي سيغار ديالنا. انا راه عندي الورقه هنا مدهونه بالزيت يعني ما نحتاجش ندهنها. صافي كنحطوا ديك الجهه اللي كتكون ناشفه هي الفوقانيه، وكنحطوا فيها الحشوه ديالنا وكنشكلوا على شكل سيغار صافي. وكنحطوها في اللاطه. بالنسبه لي انا ما غاديش نقليهم، درتهم غير في الفران. جاو رائعين الصراحه، جاو بنان وفيهم ديك البنه ديال الهريسه صراحه، جاو فنين. نتمنى انكم تجربوهم ويعجبكم. صافي هنا كما كتشوفوا انا غادي نبدا نشكلهم. يمكن لكم تشكلوهم على شكل بريوه اللي بغيتو. هي هذه ملي كتقسموا على 4 فهي كتخرج لكم كميه مزيانه صافي. من بعد ما نشكلهم كاملين غادي ندهنهم شويه بزيت من الفوق وغادي ندخلهم الفران حتى يطيبوا ويتكرملوا ونخرجهم ان شاء الله نوريكم الشكل ديالهم كيفاش كيجيو. ضروري نخليهم في الفران، نسخنوا الفران مزيان عاد كندخلوهم حتى كيحصلوا داك اللون الذهبي وكيجيو مقرمشين بحال راكم قالينهم. هما طايبين في الفران ولكن كيجيو بحال مقليين. المهم انا استعملت تقريبا نص كيلو ديال الورقه، فيها تقريبا 6 يعني 6 كتعطينا 24 حبه اللي عطاتني اللي خرجت ليا. وبقات لي شويه ديال الحشوه فانا درتهم مسيمنات صغيرين وطيبتهم في المقله. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم. ما تنساونيش خوتي من واحد لايك وابونيو. قد ما شجعتوني غادي نبقى نشارك معكم وصفات اللي في المتناول ديال الجميع. اي واحد يمكن ليه يديرهم اقتصاديين وكتيبوها في الفران. وهذا هو الشكل النهائي ديال مني خرجوا من الفران.